كان في واحد اسمه كريم، كل يوم يصحى الصبح عنده أحلام عظيمة عايز يخليها واقع، زي هدف عايز يوصله، أو إن هو ينجح، أو إن هو يغير حياته. المشكلة إن هو بدل ما ياخد التجربة على طول ويبدأ في الحاجة حتى لو بحاجات بسيطة، كان دايما يقول لك إيه: لما المكتب بتاعي يجهز، لو فيديو تحفيزي يشجعني، لما يكون مزاجي رايق. المشكلة إن هو حتى لا بدأ بحاجة بسيطة، ولا هو بدأ يشوف المكتب اللي عايز يجهزه، ولا بدأ يشوف مثلا الفيديوهين تلاتة اللي هم يشجعوه عشان خاطر يبدأ مثلا البداية المثالية. المشكلة إن هو ما عملش الحاجتين دول، وتلاقيه ماسك التليفون بتاعه بيتفرج على خناقة قايمة ما بين قطين، قط اسمه صاوي وقط اسمه جمعة. هو غلط غلطتين: أول حاجة إن هو ما خدش التجربة وبدأ بحاجات بسيطة، وبص للكمال عايز يبقى عنده مكتب ويتفرج على فيديو تحفيزي ومزاجه يكون رايق والحاجات دي. وتاني غلطة حتى ما طبقش الكلام اللي هو كان بيقوله ان هو لازم يجيب مكتب والحاجات دي عشان يبدأ بصورة مثالية، حتى دي ما عملهاش، وراح يماطل ويضيع وقته ويتفرج على الخناقة اللي ايمن بن صاوي وجمعة اللي قلنا عليها. فانت ما ينفعش تعمل الحاجات دي. انت لو قدامك هدف عايز توصل له، ابدأه حتى بنقطة، ابدأه بحاجة بسيطة خالص، بس المهم انك انت تبدأ. بس متنسوش تدعمونا. سلام.